في ظل كثرة المشاريع والمدن المحددة لتلك الشركات لإنجازها في أسرع وقت أو المدد، لا يزال المواطن والمقيم يعاني من كثرة الحفريات في الشوارع التي لا تكاد تخلو منها، حيث أنها هي السبب الأول وراء الازدحام التي تشهده تلك الشوارع. كما يعاني الكثير من التجار من تلك الحفريات أيضا، والتي كبدتهم الكثير من الخسائر وتعطلت معها مشاريعهم ومحالهم التجارية الصغيرة، والتي تبعد زبائنهم لصعوبة الوصول إليها مع بقاء الحفريات لفترات طويلة. معاناة يومية يواجهها المواطن والمقيم مع استمرار أعمال البناء والصيانة والتمديدات في شوارع الرياض، إما لغرض التوسع في الطرقات أو لأغراض الصيانة وتوفير الخدمات. قد يقول البعض بأن هذا يحدث في كل بلدان العالم، لكن البعض الآخر يكاد يجزم بأن تكرار الحفريات في نفس شوارعنا وخلال فترات متقاربة تتصدر بلدان العالم، سواء في الطرق الرئيسة أو حتى الفرعية وفي داخل الأحياء. لا يتوقف الأمر على التشويه البصري والانعكاس السلبي على سالكي هذه الطرق في كل الأوقات، بل يتعدى ذلك إلى إحداث فوضى مرورية عارمة في هذه المناطق، حوادث وتلفيات وتأثير على أصحاب المحال التجارية، وربما دون تنسيق مسبق. ورغم إجبار الشركات المنفذة على تحديد المدة الزمنية لإنجاز المشاريع، إلا أن البعض منها يتبختر في الإنجاز في ظل قصور وعشوائية في التنفيذ. لسان حال المواطن يقول: نحن هنا رجاء تدخل سريعا لإيجاد آلية لحل هذه المشكلة من خلال التنسيق بين الجهات الخدمية للعمل كفريق واحد، والبعد عن العشوائية في التنفيذ، والعمل على دراسة ترسية المشروعات على مقاولين أكفاء، وتفعيل مبدأ المحاسبة والمعاقبة للمقصرين. إلا أن ذلك المواطن لا يجد أمامه إلا لوحة مكتوب عليها بالخط العريض: نأسف على الإزعاج. مشاهدينا، طبعا ننوه إلى أنه يمكنكم المشاركة بجميع أسئلتكم وأيضا استفساراتكم ومداخلاتكم معنا في كافة محاورنا لهذا المساء عبر الهاشتاج مساء_الوطن في تويتر. الآن معي عبر الهاتف من الرياض المهندس محمد اليابس، وهو مدير مكتب المتابعة والتنسيق بأمانة منطقة الرياض. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير. الله الذي يشاهد المشروعات في الرياض وبطء العمل فيها يعتقد أن هناك غياب للتنسيق بين الأمانة وبين الشركات المنفذة لهذه المشاريع، ناهيك عن أنه ليس هناك أي تنسيق أيضا بين الشركات التي تمد خدماتها في هذه الشوارع مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها. هل تقرون بهذه المشكلة أولا؟ في الحقيقة عملية التنسيق بين الجهات الخدمية في تنفيذ المشروعات يوجد هناك في تنسيق على التنفيذ هذه المشاريع، ولكن الأمانة تقوم بتزويد الجهات الخدمية في خطتها المستقبلية للطرق التي سوف يتم تنفيذها أو تصان ليتم العمل فيها قبل البدء بأعمال الصيانة. أما فيما يخص أن تكون الأعمال في آن واحد، ففعلا لا يوجد هناك برمجة لأعمال تنفيذ هذه المشروع في آن واحد في نفس الموقع. مهندس محمد، أنت مدير مكتب المتابعة والتنسيق في الأمانة. لما تقول لي يعني مستوى التنسيق ضعيف، هذا يدعوني للتساؤل، يعني ماذا تقومون فيه بإدارتكم؟ في الحقيقة التنسيق اللي يقوم بالمكتب هو عبارة عن المحافظة على البنية التحتية وما هو موجود في الطرقات والشوارع، حتى لا يتم هناك قطع أو تحديد مدة زمنية لتنفيذ هذا المشروع دون الإضرار بالمواطن والحركة المرورية. لكن واضح أنه ما في متابعة أستاذ محمد، يعني المشاريع تقعد بالأشهر والسنوات.
في الحقيقة هذا ما تعانيه الأمانة من موضوع المشاريع البنية التحتية. المسؤول المباشر في تنفيذ هذه الأعمال هي الجهات الخدمية، والتأهيل المقاولين عند بعض الجهات الخدمية يكون ضعيف جدا، وبالأحرى أن أحيانا تسند بعض الأعمال إلى عمالة سائبة أو مقاولين غير مؤهلين في تنفيذ هذه المشروعات. وهذه مسؤولية مين؟ هذه مسؤولية مين؟ أليست مسؤوليتكم المتابعة؟ كيف أنتم تسمحون أصلا للمقاول أن يسلم هذه المشاريع من الباطن، وأيضا أن يماطل بمدة تسليمها؟ يعني احنا طلعنا بالتقرير قبل قليل مخرج 18 في الرياض، هذا الشارع ممتد لكيلوات كثيرة، شارع جديد، مجرد حفرة أو بيارة أو تعطل الشارع من أكثر من سنتين، يعني ولا في أي أحد يتدارك هذا الموضوع، ما سبب يعني مشكلة وغيرها كثير في الشوارع، خصوصا في الرياض، في طريق المية شرق الرياض، في غيرها من الشوارع. يعني واضح أنه في غياب للتنسيق. ليش ما يوجد عندكم في الأمانة أو يتم التنسيق لإيجاد هيئة عليا ترتبط مباشرة بإحدى الجهات المعنية، حتى يعني لا تتنصل بعض هذه الجهات من إنجاز أعمالها في الأوقات المحددة، وأنت ذكرت أنكم تعانون من هذه المسألة. صحيح. معالي الأمين يوجد لدى معالي الأمين اهتمام كبير في إيجاد حلول وبدائل لأعمال الحفر أو تكرر الحفر في الطرقات. لذلك من الاهتمامات سبق أن أقامت الأمانة دورة في حي السفرات قبل 3 أسابيع، وفي المكتب التنسيق الأمانة ومثلا مكتب التنسيق يوم الأربعاء القادم سوف يقوم بورشة لبدائل الحفر، وتوجه على الخندق الموحد للخدمات بحيث يتم عمله، يعني تنفيذ هذه الخدمات ضمن الخندق دون الإغراء بالماضي، وتكون الخدمات لحفر مرة واحدة. اهتمامات الأمانة في هذا الموضوع دعا مجلس البلدي إلى دعوة مدراء التنفيذيين يوم الأحد 20 من هذا الشهر اللي هو الأحد القادم لطرح الموضوع وأخذ وجهات النظر من قبل المدراء التنفيذيين. أستاذ محمد، أنا أبي أفهم بوضوح، من المسؤول عن الشوارع؟ المسؤول عن الشوارع الأمانة. طيب، إذا كانت الأمانة هي المسؤولة عن الشوارع، كيف تسمح بأن تكون شوارعها التي كلفتها مئات الملايين بهذا الشكل يلعب فيها أي مقاول؟ وكيف تسمحون أيضا لشركات الخدمات أن تحفر بالشارع دون التنسيق معكم ودون الرجوع لكم، تحفر بالشارع تشوه شكله، يعني حتى جودة الشارع وانبساطه يتضرر من كثرة هذه الشوارع، شوارع جديدة ب5 مسارات حديثة جدا ولكنها مشوهة من كثر هذه الحفريات. صحيح. سبق تكلمنا أن الأمانة هذا ما تعانيه الأمانة من الجهات الخدمية أو المقاولين الجهات الخدمية، والذي تصل لهم رخص في تنفيذ هذه الخدمات، نتفاجأ أن الذي صدرت له الرخصة ليس هو المنفذ الفعلي. والله مشكلة إذا أنتم في الأمانة تتفاجئون، يعني باقي الشركات والمقاولين إيش يسوون؟ أنا ودي أسألك يعني ما ذكرته لك قبل قليل، كلامك واضح أن أنتم في الأمانة تعانون من هذه المشكلة ولم تتمكنوا من حلها. هل تعتقد أن إيجاد هيئة عليا ترتبط مباشرة بأحد الجهات المعنية عن هذه المواضيع حتى تكون هذه المشاريع كلها تنفذ بوقت واحد وبتنسيق كامل بين الجهات الخدمية وغيرها للحفاظ على هذه الثروة الوطنية اليوم؟ صحيح والله، يعني فعلا نؤيد هذا الاقتراح أن يكون في هيئة ممثلة بتنفيذ هذه الخدمات، وحتى يتفادى كثير من الملاحظات في شوارع الرياض وحفاظها على الحركة المرورية وازعاج المواطنين. طيب،
أنا أشكرك جزيلا أستاذ محمد اليابس، أولا على يعني قبولك المشاركة معنا، نشكرك على هذه المبادرة. كنت معنا عبر الهاتف مدير مكتب المتابعة والتنسيق بأمانة منطقة الرياض المهندس محمد اليابس. احنا نتمنى الحقيقة على الأمانة أنها فعلا يعني تشدد المتابعة على هذه المشاريع. يعني هناك مشاريع في العاصمة لها فترات طويلة لم تنتهي، والعمل يسير فيها ببطء شديد جدا. يعني في بعض المواقع يمر أسبوع كامل لا تجد أي عمل يدور في هذا المكان. وواضح الآن من المهندس محمد اليابس أن الأمانة أيضا تعاني بدورها من هذه المشكلة. احنا هذا الملف يعني نتمنى أن يصل إلى المسؤولين لربما تبني ما نطرحه اليوم في مساء الوطن لإيجاد هيئة عليا لصيانة الطرق أو المحافظة عليها، لأننا نعتبر أن هذه الطرق التي كلفت الدولة مئات الملايين في جميع الاتجاهات بجودات عالية وبمسافات كبيرة، ربما كثير من الدول المحيطة ليس لديها ولا ربع هذه الثروات من الشوارع. لذلك احنا يعني نطالب بالمحافظة عليها لنستفيد منها جميعا، ولكي تكون لما فعلت أو جعلت من أجله، وهو التيسير على الناس في طرقاتهم.